النهارده في الفيديو ده هنتعلم طريقة عمل الشنطة اللي انتوا شايفينها قصادكم دي. شنطة سهلة جدا ما بتاخدش معانا وقت، وكمان في نفس الوقت قيمة زي ما انتوا شايفين كده. شكلها حلو جدا، وكمان مقاسها مظبوط كده، تحس ان هي صغننة وحلوة وبتشيل حاجات كتير. النهارده هقول لكم بقى المقاسات كلها، وخدت خيط قد ايه، وعملنا ايه في الشنطة عشان تطلع بالشكل ده. تعالوا معانا. قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تعملي لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ولو اول مرة بتشوفوني قولي لي بتتابعيني من انهي بلد. انا استخدمت خيط السلسله. الخيط ده اول مره بصراحه اجيبه، بس بصراحه حلو جدا. انا مش عارفه، هو تقريبا تركي، بس في شغله حلو جدا. وكمان استخدمت الفريم السحري ده مقاسه 15 سنتي، برضو عامل الشنطه كده ان هي كيوت، شكلها حلو. استخدمت مقاس ابره رقم 4 مع الخيط ده، ويلا نبدأ الشغل. اول حاجه هنعمل عقده البدايه، وبعد كده هرتفع سلسلة. السلسلة دي هيبقى مقاس الفريم بتاعنا، يعني انت لو بتشتغلي فريم اكبر من كده فبرضو هتعرفي تعملي الشنطة، لان الفريم هو او السلسلة دي هي اللي بتحدد الفريم بتاعنا. فانا عملت سلسلة زي ما انتم شايفين كده، وقستها بالشكل ده على الفريم. شايفين؟ هبدأ بقى اطلع بسطور لحد ما اغطي كده حجم الفريم او القاعدة بتاعة الفريم، ودي بتبقى قاعدة الشنطة. طيب هعمل ايه؟ هبدأ ارتفع سلسلة وبعد كده في أول سلسلة هبدأ أشتغل غرزة حشو، وفي السلسلة اللي بعدها غرزة حشو، وهبدأ أكرر في كل سطر غرز حشو لحد ما أوصل لنهاية السطر بالشكل ده. هكمل وارجع تاني. وهنا بعد ما خلصت اهو السطر كله غرز حشو، هعمل ايه؟ هرتفع سلسلة وهلف الشغل. هسيب السلسلة اللي انا ارتفعتها وهدخل في السلسلة على طول، اول سلسلة دي، وهدخل تحت السلسلة يعني تحت الضلعين بالشكل ده، غرز حشو برضو لحد نهاية السطر بالشكل ده. هكمل لحد نهاية السطر، وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه. هنا خلصت نهاية السطر اهو. هرتفع سلسلة وهلف الشغل واسيب اول سلسلة ارتفعتها، وهكمل بقى. هبدأ اكمل سطور لحد ما اوصل لعرض الفريم بتاعنا، يعني هاجي اقيس كده هلاقي خلاص ان انا غطيت الفريم بتاعي بالشكل ده. شايفين اهو؟ هو هنا عشان الفريم بتاعي 15 في 15 فهتلاقوها يعني شكله مربع شوية. هبدأ بعد كده هلف حوالين المربع ده او القاعدة اللي انا عملتها دي بغرز حشو. كل ده هلف حواليه بغرز حشو عشان أبدأ الشنطة بعد كده. فهبدأ بقى اول غرزة ارتفعت سلسلة، وبعد كده هبدأ اول غرزة، وبعد كده تاني غرزة. شايفين؟ بدخل هنا هتلاقوا ان مفيش شكل سلسلة، بس هتلاقوا ان السطر موجود، او هتعرفي السطر اهو. شايفين؟ ده كده سطر. فببدأ اعمل في كل سطر غرزة حشو بالشكل ده. هكمل بقى غرز الحشو بالشكل ده. هكمل كل ده لحد ما اوصل هنا واقول لكم هنعمل ايه. وهنا خلصت غرز الحشو اهو. بصوا بقى هنا اهو، مش هعمل 2 غرزة حشو في نفس السلسلة، لا انا هكمل عادي جدا. يعني هنا غرزة حشو هروح رايحة للي بعديها على طول غرزة حشو. فهمتوا الفكرة؟ فانا هكمل غرز حشو بالشكل ده في القاعدة كلها بتاعة الشنطة. فانا هكمل علشان وقت الفيديو. هكمل كل ده، وده برضو هكمله لحد ما اوصل لبداية السطر اللي انا بدأت منه غرز الحشو. هكمل ونرجع. وهنا خلصت اهو غرز الحشو. شايفين كل ده
عملته غرز حشو. جيت هنا في بداية بقى السطر، شايفين أنا المفروض باعمل منزلقة، لأ أنا هاقفل قفلة حلوة بحيث إن ما يبانش معايا بداية السطر، فأنا المفروض هارتفع كده بالخيط وهاقص الخيط. المفروض إن الخيط ده بيتلسع بس أنا كسلت أقوم أجيب الولاعة، وهابدأ بصوا شديت الخيط كده، هاجي من تحت السلسلة دي، شايفين أهي كده تحت الضلعين بتوعها، وهسحب الخيط ده بالشكل ده كده. وبعد كده الخيط اللي طالع ده شايفين، هاجي في نص السلسلة دي، هدخل في نص السلسلة دي كده واسحب الخيط، هيتعمل لي غرزة سلسلة. شايفين اهو. طبعا الخيط بقى اللي جاي ده هنضفه من تحت. تمام بالشكل ده. هننضف بقى اي خيوط طالعة معانا بالشكل ده كده تحت الشغل. شايفين بقى السلسلة هنا مش باين خالص ان انا بداية ونهاية السطر. وخلاص كده قاعدة الشنطة جاهزة معانا ان احنا نشتغل جسم الشنطة. جسم الشنطة مفيهوش اي حاجة، سهل جدا جدا جدا. خلاص عملنا القاعدة وعملنا المقاسات، نبدأ بقى في جسم الشنطة. اخترت كورنر تاني من هنا وباجي في الضلع الخلفي للسلسلة، شايفين كده، وبعمل عقدة كده ان انا اثبت الخيط هنا، وهبدأ من هنا. شايفين اهو، ارتفع سلسلة بس تثبيت، وهبدأ اشتغل في الضلع الخلفي للسلسلة غرز حشو. كل الشنطة معانا بعد كده جسم الشنطة كله هنشتغل في الضلع الخلفي للسلسلة. فانا هشتغل داير ما يدور، مفيش بداية ونهاية للسطر، يعني مش هبتدي ولا هنهي السطر خالص في الشنطة. بس مهم ان انت تحطي ماركر علشان تعرفي بداية السطر فين، لان احنا هنبدأ نرتفع. هنا ارتفعت اول سطر، شايفين خد خلاص الكيرف بتاع الشنطة. هنا بقى بشتغل داير ما يدور على طول. هبدأ بقى اشتغل مجموعة من السطور غرز حشو في الضلع الخلفي للسلسلة لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. هكمل انا علشان وقت الفيديو ما يطولش معانا بغرز الحشو. تمام. ونرجع بقى نشوف الطول اللي احنا عملناه. هنا بعد ما ارتفعت مجموعة من السطور، شايفين في الضلع الخلفي للسلسلة، شايفين شكل الغرزة حلو جدا. هبدأ بعد كده، انا هنا كنت حاطة ماركر في نهاية وبداية السطر، شايفين شكلها من تحت وماسكة نفسها كأنه بوكس كده مربع. شايفين بجيب بقى الفريم بتاعنا وببدأ ان انا احطه كده. طيب قبل ما احط الفريم تعالوا بس نقص الشغل ونقص الخيط علشان هنبدأ بقى نثبت الفريم على الشنطة. تعالوا بس الاول نقص الشغل. طيب هنقص ازاي؟ هقص بنفس فكرة لما قصينا القاعدة، مش هقفل بمنزلقة، لا انا هقص الخيط. تمام. وهسحب كده الخيط اهو، سحبته، وهاجي اسيب الغرزة دي، شايفين هسيبها وهدخل في الغرزة اللي بعدها على طول. اخش تحت الضلعين واسحب الخيط وهاجي في نص السلسلة اللي طالع منها الخيط دي وهدخل بالخيط تاني، ويبقى كده عملت سلسلة. وطبعا الخيط ده كله اللي ده هننضفه مش هنقصه، هتنضفيه وتدخليه في الشنطة. شايفين اهو كل ده هنضفه كده من هنا. طيب تعالوا بعد كده بقى نثبت الفريم بتاعنا. هنثبت الفريم في النص، فعشان ما يتزحزحش معانا واحنا بنثبته انا هعمل خيط، هاجي اعد وفي النص كده هاحط خيط عشان اربط الفريم مع بعض. عشان وانا بخيط الفريم او بعمل غرزة للفريم، شايفين حطيت من الناحية دي ومن الناحية دي. هبدأ بقى احط الفريم بالشكل ده. انا ما حبيتش ان انا اعمل الفريم بالخيط الاول وبعد كده اجي اخيطه، علشان هيبقى الايد معايا تخينة والخيط اصلا تخين. ف انا حبيت اعمل كده وجربت الفكرة دي حلوة جدا، وهتشوفوها طبعا وشفتوها انتوا في الاول وهتشوفوها دلوقتي برضو حلوة. مش هيبان معانا فراغات خالص لان انا بشتغل غرز حشو على الفريم. انا هنا ثبت خلاص الفريم بالشكل ده. عايزة اعمل دراع بقى للفريم يبقى فيه فراغ كده من الفريم نفسه او للشنطة. هنشوف كل ده مع بعض. هاجي خلاص ثبت
الفريم. هاجي بقى شايفين أهو من هنا بقى هابدأ من هنا. طيب أنا هادخل كده الأول في الضلع الخلفي للسلسلة، مش في السلسلة كلها، في الضلع الخلفي كده، شايفين؟ والمفروض لأ، أنا هادخل من تحت الفريم دلوقتي، مش هاسحب من هنا، أنا باعمل بس عقدة البداية، شايفين؟ باعمل عقدة البداية أهو، هادخل من تحت الفريم برضه كده بالشكل ده، وهاسحب وهاخد غرزة حشو، شايفين؟ أهو هاسحب كده في الأول غرزة حشو كده. أنا مش عارفة أتمكن إن أنا باصور وفي نفس الوقت دي عايزة تحسي إن أنتِ تقربيها منِك أوي، فأنا مش عارفة أتحكم في الشغل عشان باصور، شايفين؟ باعمل غرزة حشو، بادخل من تحت الفريم أهو، أهم حاجة تشدي الخيط عشان ما يبقاش يعني ماسك أوي. هي في الأول بس هتبقى صعبة، بعد كده هتكملي عادي، شايفين؟ أهو، شايفين أنا في غرزة الحشو باعمل كام خيط على الفريم؟ 3 خيوط أهو، شايفين؟ أنا هادخل كده أهو، هاسحب خيط، حطيت على الفريم خيط أهو، شايفين؟ باسحب كده هيتبقى لي 2 على الإبرة، هاروح ساحبة خيط تاني، أدي خيط تاني أهو على الفريم، فده بيعمل cover على الفريم بالخيوط كلها، فهمتوا الفكرة؟ أهو شايفين؟ هابدأ بقى أكمل كل ده بنفس الفكرة، يعني السلسلة في الضلع الخلفي للسلسلة، أدخل من تحت الفريم آخد غرزة حشو، وبعد كده إيه أهو، أيوه كده تمام، بالشكل ده، شايفين؟ أهو، وآخد غرزة حشو، باعمل خيطين في غرزة الحشو باعمل خيطين على الفريم نفسه، فاهمين؟ وبس كده شايفين، وبابدأ إن أنا إيه أدخّل كده الخيوط جنب بعض عشان ما يبقاش، هابدأ أكمّل كل ده لحد هنا، ليه؟ لإن أنا هاعمل فراغ هنا كده إيدي يتمسك بيها، فأنا عملت كل ده شايفين كمّلت أهو، ما فيش أي حاجة باينة في الفريم، هاجي بقى هنا هاسيب غُرز من تحت مش هادخل فيها، حوالي 12 غرزة علشان هاشتغل على الفريم نفسه، عشان أغطّي الفريم نفسه بالخيط، وأعمل دراع أو ماسك كده زي ما أنتم شُفتوا في الأول الشنطة، ماسك كده يتمسك منه الشنطة، فكل اللي أنا هاعمله شايفين بادخل بقى من تحت الفريم من غير أي يعني ما تخشش في إيه، في السلسلة، هاعمل 12 غرزة حشو هنا، لقيت إن الفريم لسه ما اتغطاش معايا، اعملي كمان، كمّلي بحيث إن الفريم كلّه يتغطى معاكِ بالغرز الحشو اللي عليه. فهمتِ الفكرة؟ فأنا هنا عملت حوالي 18 غرزة حشو، خلاص اتأكدت إن الفريم اتغطى كلّه ومش باين منّه حاجة، تمام، بس سايبة من تحت كام؟ سايبة من تحت 12 غرزة، عشان نفس الغرز اللي هاسيبها من هنا هاسيبها من الناحية التانية، فمهم جدًا إن أنتِ تعدّي الغرز اللي هنا علشان هتاخدي الناحية التانية نفس الغرز، عشان يبقى نفس الفكرة معانا، تمام، وهاكمّل بقى عادي بنفس الفكرة كده لحد نهاية الفريم. بس كل ده هنعمله يعني أنا هاكرر تاني الشغل، شايفين باخد بقى السلسلة والفريم لحد ما أوصل هنا، شايفين هنا، بعد كده أكمل كل ده بنفس فكرة الفريم. تعالوا بقى شوفوا شكلها بعد ما خلصت. هنا بعد ما خلصتها أهي، شايفين هنا هابدأ بقى أقص الشغل عادي، هاقص الشغل وهانضف بقى، هاخدها من تحت كده الغرزة دي هاخدها أو الخيط ده هاخده من تحت لجوه علشان أنضفه جوه الشنطة، لما آجي بعد كده أبطن الشنطة مش هيبان معايا أي تنظيفات. وبس هي دي أهي، شايفين هنقفل بقى يالّا نقفل، قفلنا أهو، شايفين بقى شكلها، شايفين؟ نضبّطها تاني، بصوا نبدأ نضبّطها كده، ودي شكلها في الآخر، يا رب تكون عجبتكم، ولو وصلتِ للدقيقة دي ولسه ما عملتيش لايك وشير وسبسكرايب وكومنت حلو وقولي لي بتتابعيني من أنهي بلد، شكرًا ليكم لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.